إذا قبل لحظات انتهت المباراة ديال الجيش الملكي وماميلودي ساندوز هدف لمثله. وفي نفس الوقت انتهت المباراة ديال الرجاء البيضاوي ومانياما وفوز الرجاء البيضاوي بهدف ل0. اليوم غادي نحاولوا نطرقوا لبعض النقاشات ونوضحوا بعض المسائل اللي ملي كيكون أي فريق كيمثل المملكة المغربية الشريفة كنكونوا كنا يد واحد. ملي كيكونوا الفرق لاعبين في البطولة المحلية كيف ما كنقولوا كل فريق كيدافع على راسو، كيهموش الفريق الآخر اللي كيكون منافس ليه، ولكن ملي كيكون الأمر كيتعلق بالراية المغربية كنكونوا كاملين يد واحد وكنا مع فريق اللي كيمثل المملكة المغربية كيفما كان. اليوم غنتكلم على الجيش الملكي، عاد غادي نتكلم على الاشياء اللي خاص يقوم بها نادي الرجاء البيضاوي. يعني فريق اللي سبق وتكلمت قلت لكم كاين بعض الرؤساء اللي مع كامل الاسف اللي كيجيو غير على المصالح ديالهم، ولكن شكون اللي كيرشح هذوك الرؤساء اللي باش اللي كيترشحوا الانديه هما المنخرطين. هنا خاص تكون هنالك متابعه وتكون هنالك كيف ما كنقولوا قوانين. ميمكنش اي رئيس كيف ما كان يجي يشد واحد النادي بحال نادي الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي اللي عندهم واحد الشعبيه كبيره في العالم، وكنلقاوهم يعني في هذه الوضعيه ديال الرجاء البيضاوي اللي كنلقاوها من 2013 حتى ل 2024. الالقاب اللي دات ملي كتجي كتشوف كتلقى الديون 9 المليار ولا 10 المليار على الفريق، يعني من 2013 حتى ل 2024. يعني الالقاب اللي حصد والمبالغ اللي تحصل من 2013 حتى ل 2024. ولكن فين مشات هذه المبالغ؟ علاش فريق الرجاء البيضاوي كيعاني هاد من 2013 حتى ل 2024؟ علاش كيعاني هاد الازمات؟ يعني بغينا المسؤولين كيف ما كنقولوا راه الفريق فوق كل رئيس، الفريق فوق كل لاعب. ما يمكنش النادي الرجاء البيضاوي يعني كيف ما كنقولوا جوج فرق عالميه عندهم واحد الشعبيه كبيره في العالم يجيو بحال هاد الرؤساء اللي ما كيهمهمش الاسم ديال النادي، ما كيهمهمش كيف ما كنقولوا حنا مع كامل الاسف ملي كيجي واحد الرئيس لواحد الفريق كيف ما قلت لكم شكون اللي كيرشح هاد الرؤساء؟ هما المنخرطين. يعني شكون اللي خصو يتحمل المسؤوليه؟ المنخرطين هما اللي خصهم يتحملوا المسؤوليه. غتقول لي الرئيس هو اللي كيسير، غنمشي معك درجه بدرجه. غنديروا حنايا كيف ما كنقولوا غادي نهضروا بالخشيبات باش نبسطوا ولا باش نفهموا كل حاجه اشنو كيوقع في النادي الرجاء البيضاوي. حنا علاش كندافعوا على نادي الرجاء البيضاوي وكنتكلموا بهذه الحلقه هذه؟ حيت واحد الفريق اللي كيكون كيمثل المملكه المغربيه الشريفه كنكونوا كلنا مع هذاك الفريق. ولكن مع كامل الاسف وسبق وقلتها في الفيديوهات اللي قبل، قلت لك كاين بعض الرؤساء اللي كيجيو، ولكن مع كامل الاسف الجماهير المغربيه ديالنا اللي كتشوف واحد الرئيس كيجي لواحد الفريق وكيشدك الفريق وكيتكلم مع الجماهير والصحافه ديال وسائل الاعلام وكيقول الوسائل الاعلام امام الشاشه كيتكلم على الجماهير ديال داك النادي اللي كيشد اللي كيترأسها، كيقول لهم انا غنجيب لكم هذا اللاعب وغنجيب لكم هذا اللاعب وغنجيب لكم هذا اللاعب. يعني كيف ما كنقولوا كيبداو الوعود الكاذبه. يعني الجماهير ملي كتسمع ديال داك الفريق اللي كتسمع راه غيجي فلان وغيجي فلان وغيجي فلان وغادي نديو الالقاب وغنديو هادي وغنديو هادي، الجماهير يعني كتمشي بنيتها كيف ما كنقولوا. ولكن كيف ما كنقولوا في الاخير الرؤساء كيخليو الفريق كيتخبط في الديون، في النزاعات مع الفيفا، وشكون اللي كيمشي شكون اللي كيبقى ضحيه. يعني هاد الرؤساء ما كيفكروش في الاسم ديال النادي، ما كيفكروش في الجماهير اللي عنده واحد، ما كيفكروش في الاسم ديال الفريق اللي عنده واحد الشعبيه كبيره في العالم اللي هو نادي الرجاء البيضاوي ونادي الوداد البيضاوي. مع كامل الاسف ما قلت لكم ما يمكنش، راه كيف ما كنقولوا راه جميع الانديه دابا اي رئيس غيبغي يجي لشي نادي
ملي غيشوفوا الجماهير، جميع الجماهير المغربيه ديال البطوله المغربيه داخل الوطن وخارج الوطن، كلهم ملي كيشوفوا بحال فريق الرجاء البيضاوي الالقاب اللي دا وغارق في الديون، الفلوس اللي جمعوا من هاد الالقاب هذه، يعني بغينا نعرفوا المسؤولين الفلوس فين داروهم. يعني علاش بحال نادي الرجاء البيضاوي ملي كنشوفوا اغلبيه اللاعبين، واحد 7 ولا 8 ديال اللاعبين رسميين غاديين يغادروا الفريق الرجاء البيضاوي، راه حشومه عليكم. حنا كنغيروا كيف ما كنقولوا، راه حشومه على هاد المسؤولين اللي كيشدوا هاد الانديه هذه. وكتشوفوا هاد الفريق هذا كيضيع. يعني علاش ما عندكمش واحد الغيره على الفريق اللي تبغوا تشدوه؟ كتجيو كينتخبوا على الفريق اللي غادي يشد وكتبداو على الوعود الكاذبه كيف ما كنقولوا. علاش مع كامل الاسف كيبقاو فينا بحال هاد الجماهير اللي كتضحي؟ حتى المسؤولين اللي كيشدوا هاد الانديه كيف ما كنقولوا، راه شكون اللي كيضرب الثمره؟ بالعكس كينساو هاد الجماهير اللي كتنقل من مدينه لمدينه وكتخرج خارج المغرب باش كتشجع داك الفريق اللي انت كتجي كترأسو. واش ما عندكش غير على هاد الفريق هذا؟ ما عندكش غير على هاد الجمهور هذا اللي كتشوفو كيتعذب، كيمشي كيتسلف باش كيتبع الفريق ديالك ويشجعك، وفي الاخير كتغرق الفريق وكتزيد وكتخليه. مع كامل الاسف يعني كيف ما قلت لكم، حنا ما غاديش نتكلموا على التعادل ديال فريق الجيش الملكي، وسبق ملي شفنا داك الفيديو في وسائل الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي. يعني جميع المغاربه كانوا كيتوقعوا اقصاء النادي الرجاء البيضاوي، يعني غيفوز، ولكن كل العين كامله كانت على الجيش الملكي وماميلودي سانداوس. كانوا كلشي كيتوقع باللي المباراه غتنتهي بالتعادل، يعني ما يمكنش الجيش الملكي تنتصر. علاش؟ ملي شافوا الفيديو ديال اللاعبين في الفيستير كيتكلموا بهذيك الطريقه على اللاعبين ديال الرجاء البيضاوي. بالعكس هذا الفريق الرجاء البيضاوي راه كان كيمثلكم حتى نتوما كيمثل المملكه المغربيه. العكس كنا كنتمناو تخرجوا ديروا العكس ديال داك لا فيديو اللي درتو، تقولوا حنا غادي نمشيو لبريتوريا وننتصروا على ماميلودي سانداوس باش نهديو الفوز للرجاء البيضاوي ويلتحق بنا حتى هو الربع النهائي، وحنا بجوج فروق كنمثلوا الرايه المملكه المغربيه. ولكن مع كامل الاسف حنا ما غندخلوش في التفاصيل. يعني بزاف الناس كانوا كيتوقفوا، 99% كانوا كيتوقعوا باللي غتكون هنالك التعادل ما بين الجيش الملكي وماميلودي سانداوس، باش كيف ما كنقولوا المنافس الوحيد للجيش الملكي هو الرجاء البيضاوي. حنا ملي كنكونوا كنمثلوا الرايه المغربيه، الله يخليكم هذه العقليه خصنا نحيدوها. بزاف الناس غيقول لك لا، كل فريق كيدافع على راسو، كل فريق كيشوف في راسو. متفق معاك، تكون في البطوله تكون في البطوله المحليه، يعني في البطوله كل فريق كيشوف في راسو. ولكن ملي كيكون الامر كيتعلق بهذه الرايه ديال المملكه المغربيه الشريفه، خاصنا كلنا نتعاونوا مع بعضياتنا، نساو الاعداء ديال هذا الفريق مع هذا الفريق، خاصنا نكونوا يد في وحده. ولكن كنتمنوا التوفيق لنادي الرجاء البيضاوي وكيف ما كنقولوا الله يخليكم. راه اي رئيس دابا غيجي، راه ما بقاش ديك القضيه ديال نقولوا ملي غيترأس واحد الرئيس ويهضر مع الجماهير يقول لهم حنا غادي نجيبوا هذا ونجيبوا هذا. الله يخليكم، دابا خاص يبدا هنالك متابعه لاي رئيس جا كيف ما كنقولوا. يعني ملي غتشوف رئيس، شكون اللي غيجي هذا الرئيس ملي غيشوف 7 المليار ولا 6 المليار ديال الديون؟ كيف ما كنقولوا الفروق ما كيمشوش على كيف ما كنقولوا. كيقول واحد المثال، البس قدك ايواتك. يعني فرق كيدخل نقولوا مثلا 2 المليون وانت كتخسر 2 المليار، كي درتي لها يعني راه بطبيعه الحال كيف ما كنقولوا الفريق غيمشي للهاويه وغادي يضيع مع هاد النزاعات اللي كنشوفوهم دابا حاليا. كنتمناو اللي عنده غيره على الفريق ديال الرجاء البيضاوي، كنتمناو ان هذا المسؤول هذا اللي غيجي يشد نادي الرجاء البيضاوي، كنتمنى اولا يحيدوا جميع النزاعات، جميع الديون اللي عليهم، ويمشيو خطوه بخطوه. كيف ما كنقولوا راه الفريق راه فوق كل رئيس، راه قلتها في الفيديوهات اللي قبل، راه كيمشي رئيس وكيجي رئيس، ولكن الاسم ديال النادي راه ما كيتبدلش. ما يمكنش اي رئيس يجي يمرمد هذا الاسم ديال نادي الرجاء البيضاوي ولا النادي الوداد البيضاوي وجميع الفرق الوطنيه. خاصهم كلهم يتحملوا واحد المسؤوليه وتكون عندهم غيره لهاد البلاد هذه. راه ملي غتجي غتشد واحد الفريق خاصك تكون عندك حب
خصك تكون عندك غيرة على هاد البلاد اللي غتجي ليها، لا من الجماهير ديالها. كنتمناو التوفيق الرجاء البيضاوي في المسابقات اللي جايه، وكنتمناو يداركوا هاد الموقف في اسرع وقت ويحلوا هاد النزاعات هذه كيف ما كنقولوا. وكنتمناو الجيش الملكي تستمر، وكنتمناو تمشي بعيد في هاد الكأس ديال العصبة أبطال إفريقيا. والنهضة بركان حتى هي كنتمناو لها كل التوفيق، ونتمناو خير لهاد البلاد هذه، واي واحد كيمثل هاد المملكه المغربيه كنتمناو ليه كل التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.